أول كلامي لازم أصلي على النبي. نبي عربي جانا بكل الكتايب، من بعد مدحي في كلام محمد اصغى كلام شعري وشوف السبايب. نيم الملك عامر ورأى في منامه شجرة طويلة مضللة على الحبايب، ونادى يا دوابة اصغي لشرحي وقصتي، والله خسارة كانت مضللة على الحبايب. حلمت يا بنتي شجرة في وسط منزلي، حلوة جميلة مضللة على الحبايب، جم العدا قطعوها والله خسارة كانت مضللة على الحبايب. هي مرآة للشعوب والحضارات، انعكاس للثقافات والبيئات المختلفة. إنها الفنون الشعبية، فن الشعب النابع من أصالته ولهجاته المختلفة. وتشهد جدران المعابد على فنون المصري منذ القدم، فحضارة وادي النيل أنتجت وما زالت تنتج حتى الآن ما يعبر عن ثقافة هذا الشعب العريق. فمن الدلتا إلى الصعيد، ومن أقصى جنوب مصر إلى سواحله الشمالية، تنوعت الفنون الشعبية، تلك الفنون التي أكدت على هويتها المحلية على أرض مصر المحروسة. كلامنا بلدي لكن غالي وكله جمال، والحب بالدم مش لازم بياض وجمال، ولا هو باللبس ولا عندك خيول وجمال، مدام الفؤاد انشغل قلب الحبيب لك مال، مثال جمال والدلال والورد عال غالي على الاصل دوار، مثال جمال والدلال والورد عال غالي على الاصل دوار. يوه يوه يا عيني يلي معاك البنات احسن لبيت البيت، وكن طمين يا رشا على فعل الجميل والبيت، واديها الولد عالي يكون يعرف شؤون البيت، تبقى انت مرتاح مدام العرض مداك. والأجداد المصريين لما سجلوا حياتهم الشخصية على جدران المعابد ورسموا بالحجارة بالألوان الطبيعية حياتهم، ازاي بياكلوا ازاي بيشربوا، الأواني الفخارية، الحلي، الملابس، الأزياء، ده كان فن شعبي بالنسبة للعصور القديمة يعني. لكن كمصطلح هو ظهر مع التسعينيات مع المثقفين الأوروبيين لما شافوا الريف المصري ازاي بياكل ازاي بيشرب، فسموه فن شعبي، تراث مادي وتراث غير مادي. الفن الشعبي المصري مختلف ومتنوع، يعني انا لما بتفرج بره على دوله مجرد ان انا بشوف استعراضها بعرف اسم الدوله دي. طبعا انا الاستعراض الاشهر عندي هو استعراض العصايه باعتباره الاستعراض الاشهر بالنسبه للفن الشعبي المصري، ولكن انا عندي الفن الفلاحي، وعندي البدوي العرايشي، وعندي البدوي والحجاله المطروحي، وعندي النوبي. ده كله تراث وفن شعبي مختلف. ده بيقول ان المصريين القدماء كان لهم باع كبير جدا في الفن الشعبي والتراث الشعبي. شعبي ليه؟ لان كل الناس اجتمعوا عليه وتوحدوا عليه. لسه في اكلات شعبيه موجوده من العصر الفرعوني حتى الان. حتى اللغه بتاعتنا ليه بس وبخ ومش، اداه النفي مش، كل دي لغه مصريه قديمه ما جاتلناش من بره، ولكن ما زلنا نتكلم هذه اللغه بفصاحه كبيره جدا جدا. الفن الشعبي فيه اللي بنستلهمه وفيه اللي هو زي ما هو كما كان، زي ما بنعمل مثلا في مهرجان التحطيب بنجيب اللعيبه الخاصه بلعبه العصايه كما توارثوها منذ ايام الفراعنه، بيقدموا لعبه العصايه كما توارثوها بالظبط زي ما هي، وهي كانت لعبه للتدريب على القتال، ثم تحولت لحاله زهو بالعصا وفرحه وانتصار، وهي لعبه محبوبه جدا او استعراض محبوب جدا. احنا بقى خدناه وعملنا عليه استعراض، ده الاستلهام.
وهذا مهرجان بيقام في شهر 12 من كل عام في محافظة الأقصر وفي ساحة أبو الحجاج، بيلتقي فيه كل لاعبين العصا من بني سويف وحتى الأقصر. كل اللي يغني يغنيلك يا أم الدنيا حلوة يا مصر، يلي عليكي 3 حراس، الستر وفضل الله والنصر. هذا هو زكريا الحجاوي، أشهر من جمع تراث الفن الشعبي المصري، ومؤسس مسرح المقطم للفن الشعبي، وأول من قدم عرضاً شعبياً على مسرح الأوبرا. كما اكتشف الحجاوي الفنانين الشعبيين من كل بر مصر، وإليه يرجع الفضل في اكتشاف العديد من المواهب الشعبية من قرى ونجوع مصر، ليعبروا بأصواتهم عن أصالة الفن الشعبي المصري. وقدم العديد من المؤلفات الشعبية للإذاعة المصرية من مسلسلات ومواويل شعبية مثل أيوب ونعسة وملاعيب شيحة وفيلم أحبك يا حسن. فكرمته الدولة بتغيير اسم مسرح البالون إلى مسرح زكريا الحجاوي، ليحمل اسم رائد من رواد الفن الشعبي في مصر. هو لما عشق خضرة محمد خضر وكان متجوز خضرة هناك في الغجر، والبيئات الشعبية لهم طقوس عن الموجود حاليا. هنا الزواج الشعبي، الزواج الدم، ان هي تجرح صباع الابهام ده ويشربوا الدم ده، ولما اتطلقوا قالوا احنا اخوات برضه، وجابوا طلاق الدم ده برضه نفس الطلاق، وعملوا فرح للطلاق. ليه؟ لانه اصبحوا اخوات. رحت يا عيني لكن خايف من حنيني قلبي يرجع يميل في الهوى، يبقى السبب قلب الصبر يا عين وحمال إلاسى قلبي يا قلبي يا قلبي يا ليل. الفنان زكريا الحجاوي رحمة الله عليه كان له دورين مهمين جدا. الدور الأولاني إزاي جمع الموسيقيين والفنانين الشعبيين التلقائيين من محافظاتهم، من قراهم ومن نجوعهم، سواء كان على مستوى الغناء، حد صوته حلو جدا في مسجد، حد بيعرف يغني، حد عازف سيرة، حد عازف يعني ربابة وبيغني سيرة، حد بيقول السيرة الشعبية المعروفة عندنا الكبيرة جدا، سواء سيرة هلالية أو غيره، وبيقولها على دفة أو بيقولها على ربابة في نجع أو قدام ناس أو على قهوة. العازفين المتميزين، عازف ناي، حد بيعرف يقول شعر، حد بيعرف يغني، كل دول هو جمعهم وعمل منهم نواة لتكوين فرقة. وجاءت فرقة رضا ونشأتها لتكون الانعكاس الحقيقي لفنون الشعب المصري من رقص وغناء، وحيث عبرت الفرقة برقصاتها وأغانيها عن ثقافة شعب هو شعب مصر. فرقة رضا عملوا رقصات نفس الكلام، هي شوية من الفلكلورية بس دخل مرحلة التأليف، يعني دخل في الأقصر وأسوان، جماعة بتاع الأقصر وأسوان، وعملوا فيلم جميل جدا. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أما الفرقة القومية للفنون الشعبية والتي أنشئت عام 1960 فقدمت العديد من الرقصات الشهيرة، منها رقصة أم الخلول التي تعبر عن حياة الصيادين بسواحل مصر.
الفرقة القومية يعني انضمت للعمل كفرقة تقدم الفن الشعبي الاستعراضي سنة 1960 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. بدأ كل فنان يبقى له فرقة، وبعد كده ينتمي إلى فرقة النيل مثلا، وبعد كده يكون له فرقة خاصة بيه، يغني في الموالد ويغني هنا ويغني هنا، وهم عارفين بعض يعني. فهنا مرحلة انتقال ومرحلة التفرد. بس أرجع وأقول لما نيجي نحكي عن مسرح بورسعيد بنجيب الفرق الشعبية بتاع بورسعيد، مش ممكن حد يقلدها، وهم يكرهوا التقليد. وكمان الواحات عشان الكر والفر تبقى ايقاع سريع 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 سريع. الدح دح يعني هي زي الدحيه وزي الكف، فن الكف وغير ذلك، لانه هو الكف. وبعدين المراه ما ترقص، رقصت مخبيه وشها طبقا للعادات اللي موجوده عندهم. انا عقل خلاص هيشد ومن فعل العالم بري، ده انا عقل خلاص هيشد ومن فعل العالم بري، اصل لما ازعل بضرب ولا بعرفش انا بعمل ايه. اسوان فيها طبعا فن الكف. فن الكف ده فن ترجالي، يعني مثلا ان يكون مثلا الشباب بيبقوا قاعدين مع بعضهم، كل واحد بيقدر يقول جمله او بيقول لفظ معين، حاجات معينه او موسيقى معينه. ويمكن من ضمن الحاجات اللي نفعتنا في مصر في حرب 73 اللي كانت الشفره، هي الشفره النوبيه. تسوى ايه الدنيا من غير زول يحسك، يبقى عايش في دواخلك عشان يحرك ليك احسك. وينتقل الفن الشعبي من جيل إلى آخر، وهو استمرار للفلكلور الشعبي من الغناء والمدح والأشعار والحرف اليدوية من صناعات مختلفة كصناعة الحلي الشعبية والأزياء. كل محافظة ولها شكل من الأشكال. البحروية لهم أشكال مختلفة، الصعيد لهم أشكال مختلفة، الحرملة الكبيرة، العمة الكبيرة جدا دي صعيدية، تشوف شكله هو صعيدي من غير ما يتكلم. طريقة الطاقية في الجماعة البحروية اسكندرية وبورسعيد وكده، اللكنة كمان، والصيادين في بورسعيد والسويس وبيتكلموا كيف يتكلموا، ولهم آلة، حتى الموسيقى لهم آلة. دي هنا في بورسعيد لهم السمسمية، في الصعيد لهم الربابة مثلا والكولة والأرغول والحاجات القوية. يا نازل السوق يا تشتري مليح يا بلاش، يا رايح السوق يا نازل السوق يا تشتري مليح يا بلاش، تشتري ذهب قصر من اغلى تمن يا بلاش، يا تعاشر راجل جد، يا تعاشر راجل جد من احسن رجال يا بلاش. سلامات قول كله سلامات، لما كان حد
لوحات الدفوف، الطبل والدفوف والنقر، يعني كانت آلات الحروب قديما يعني. طبعا الأشكال كلها يا إما أشكال فرعونية يا إما نفرتيتي، نتكلم عن نفرتيتي الجميلة الجميلات يعني. ولا شك إن النفرتيتي على الحلي والحاجات دي كلها هي دي من الصعيد، لأن نفرتيتي من أخميم الصعيد. الألوان نفسها في مصر تنحصر في ألوان الغامقة يعني، يا إما أزرق يا إما أصفر يا إما أسود، وده بيدل على الأرض نفسها. والزرقان هو البحر نفسه، والأصفر هو الجبال يعني اللي موجودة. فطبعا ألواننا هادية، ألوان مصر الشعب هادية ليست صاخبة جدا. حتى في الملابس يا إما بيفضلوا الأزرق والأسود دائما يعني. ده بيتكلم عن الحلي نفسه بقى، بيتكلم يا إما أشغال أو حاجات تيمات فرعونية قديمة، أو آيات من القرآن، أو صور فراعنة قديمة يعني. أنا بحب العقد ده جدا يعني، لأنه ده تراثي الحقيقة، فمعتزة بيه قوي. وأنا كمان زرت تونس، فتونس دي بلد يعني ساحرة الحقيقة. فأنا يعني الحلية هتلاقيها عندنا لها تاريخ، وبردك في بلاد المغرب العربي يعني لها تاريخ، وهتلاقي ان في بردك تشابه في حاجات كتير بيننا وبينهم. الكردان الاشهر في مصر من تراثنا هو الكردان الهلالي، اللي هو على شكل هلال. ده الكردان الاشهر. اكتشفت بقى ان في كردان يعني حاجات تانية زي مثلا عش العروسة، فحطيته في لوحة رسمت فيها العروسة من نوبة، ولبستها كردان عش العروسة وكأنها ولابسة الطرحة وكده، وجنبها بقى بنات، يعني كملت اللوحة عشان تبقى متكاملة. فالغناء الشعبي هو لسان حال الشعب، وتناول قضايا الطبقات الشعبية المختلفة، والمقصود بالشعبية هي المرتبطة بالشعب والمعبرة عن قضاياه. أغاني العمال وأغاني الفلاحين، وأنا ليا كتاب اسمه أدب الفلاحين، وغنت لكل تراب في أرض مصر، حتى الأولياء الله الصالحين لهم أغاني معينة، وكل بلد ولها ولي. طنطا لها أحمد البدوي، دسوق إبراهيم الدسوقي، علي الروبي في الفيوم، الحسين هنا، الشيخة مريم، حتى الأولياء كلهم اللي موجودين على أرض مصر الطيبة لهم أغاني ولهم حكايات. الشعب المصري له خصوصية كبيرة جدا. طيب بالنسبة للسير الشعبية، السير الشعبية في سير شعبية تزاوجت معنا ونحن وتونس، في علاقة بيننا وبينها السيرة الهلالية. أبو زيد الهلالي راح تونس وكان له علاقة كبيرة جدا مع الزناتي خليفة، وزناتي خليفة كان زعيم، وأبو زيد الهلالي كان زعيم. مش ممكن زعيم يقتل زعيم، إلا إنه خسيس ممكن يقتل زعيم يعني. فكان أبو زيد الهلالي راح يحارب الزناتي خليفة في تونس، وكان زعيم وعنده 90 سنة، وكان قوي جدا جدا، وبيسموها تونس الخضراء، تونس العظيمة الجميلة. حتى علاقتنا الثقافية كبيرة جدا بيننا وبين تونس، من الكتب ومن الأشعار والمؤرخين والمؤلفين وكله. الروح للأم صابت قالوا 3 من اليد، وقتها كان الشمس غابت قال له اصلها الطعنات بالجد. الروح للموت طابت خلاص، سلام امطر عمل كيف
ابو زيد ابصر عمل كيف راجل في البلا خلاصه ميل ونشو بالسيف على القصه تومي الراسه. أما مسرحية قمر الغجر التي تعرض على خشبة المسرح فتدور أحداثها الدرامية في إحدى القرى الساحلية، وتتناول قصة العشق بين قمر الغجرية وابن أحد المسؤولين، وبالتالي فإن العرض يجمع بين 3 أجواء مختلفة، هو عالم الصيادين وعالم الغجر وأجواء طلاب الجامعة. احنا الغجر في الخيام عمدا تجيم مادنا الفم زلعت عسل والمعنى في كتابنا. العمل ده تم تصحيح المفهوم عن قبائل الغجر، حتى أنا بقول من ضمن كلامي غجريتي راس مال، غنوة جدع موال، غنوة جدع جوال، في العوزة لقمة عيش وسط الصحاري جمال. فنون شعبية متنوعة تنوعت باختلاف الثقافات وإن جمعتها أرض واحدة هي مصر. حققت الهوية المصرية وكانت خير سفير، فعبرت القارات والمحيطات وحققت الانتشار وحصلت على العديد من الجوائز العالمية لترفع راية مصر عالية. في كتاب بتاع وصف مصر اللي عاملينه الفرنساويين ده بغنيه في معهد العالم العربي في باريس. ده من يعني من اعلى بالنسبه لي، من اكبر المسارح اللي غنيت عليها في حياتي، يعني معهد العالم العربي اللي هو في باريس دوت. انما طبعا انا كنت في مهرجان محكى القلعه وكان يوم بالنسبه لي غير عادي. انا لسه جاي قريب من مهرجان جرش في عمان. يا عاشق الفن قوم اسهر معانا الليل واسمع منادي بصوت هادي يقول يا ليل. الليل يقول له نعم احلى النغم بالليل. امانه يا بدر لا توصي علينا الليل، ده احنا حيارى سهارة وسترتنا سواد الليل. فيه اللي غريب الوطن، فيه اللي غريب الوطن والغربة ذل وويل. وفيه اللي هم الزمان تقل عليك الشيل في آخر النهار. بعد الهم نتلم ونغني يا عين يا ليل يا ليل ليل يا عين يا ليل. فنون مصر الشعبية، تلك الفنون التي عبرت عن عراقة شعب هو أقدم وأعرق شعوب العالم، هو شعب مصر.